الراجل اللي في الصورة دوت اللي هو الأصلع ده اشتغل معايا فوق ال5 سنين أو ال6 سنين. كنت بأمنه على كل حاجة وهو الوحيد اللي كان معاه مفاتيحي، وهو اللي معاه مفاتيح عربياتي ومفاتيح شقتي وكل حاجة. من لبس الأكل في بيته في بيت أهله والكلام ده. طبعا ما كنتش سايبه، وكنت عامله أخ ليا، أخويا الصغير طبعا. وكان بياكل من ورا مني لقمة عيش، وانا كنت محافظ عليه وما عملتش معاه اي حاجة وحشة. فجأة مرة واحدة لقيته ساب الشغل وسلمني المفاتيح. طبعا كنت انا قاعد في الشقة ديت، اللي هي في شارع السودان دي، قعدت فيها فترة. وبعد كده عزلت رحت الشيخ زايد، فساب لي المفاتيح. فما نزلتش تاني الشقة دي، قعدت بتاع شهر كده ما نزلت الشقة. فانزل ابص كده والم حاجتي واشوف الم الحاجة. طلعت لقيت البيبان عندي مفتوحة، فببص لقيت تكييفات مسروقة، وببص لقيت البلاي ستيشنات مسروقة، ومكان قهوة وميكرويف وتلاجة وحاجات كتيرة من الشقة طبعا مسروقة. فما استبعدت طبعا 1,000,000% اللي ممكن اتسرق من اقرب حد كان شغال معايا. بس اللي خلاني شكيت فيه اللي انا كلمت مدير اعمالي وقلت له اتصل بيه رجعه الشغل. ففضل يرن عليه كتير، يرن ما فيش اي، مش عاوز يفتح. وثقت 1,000,000% طبعا. بقى اللي اخد الحاجة دي توجهت لشرطة العجوزة. مشكورا الضباط طبعا، من رؤساء المباحث للضباط طبعا وقفوا جنبي. جابوا والدته وجابوا اخواته وبتاعه، وقال لي انا غلطان وانا كنت هجيب لك حاجتك. طبعا ما رضيتش اعمل المحضر، وقلت له ماشي هات لي حاجتي. نزل بالفعل جاب لي ربع الحاجه اللي هو خدها، والحاجه التانيه طبعا هي اتباعت وصرف فلوسها على اللي هو بقى كان بيشربه دوت، ولا الله اعلم. هو والحرامي اللي معاه اللي اسمه حسن ده بتاع تكييفات، هو حد بس يدخله بيته او يخليه يشتغل له في اي حاجه. ده واحد حرامي اللي هو اسمه حسن دوت، والتاني خالد ده برضه حرامي. دول اللي اتهجموا على شقتي في غيابي وسرقوها. فيا ابني انا ما رضيتش اعمل لك محضر، بس اللي انا اعمل لك لايف ده كده ده يعني اهون من اللي انت تتحبس عشان تشوفه كده والناس كل ما تشوفك تقول لك يا حرامي، عشان انت ما صنتش العيش والملح ولا حافظت على لقمة العيش والملح. وبصيت افرض انا مراتي كانت طالعه كده مره واحده ولقيت كنتوا نازلين بالحاجه دي كنت موتوها. بس الحمد لله. انا بشكر شركة العجوزة اللي جابت لي حاجتي. وانا ما رضيتش اعمل لك محاضر يا ابني عشان خاطر امك، عشان امك ست كبيرة. بس انت تستاهل اكتر من كده، وكنت تستاهل ان انت تتحبس عشان تبقى عبرة لكل الناس اللي في امثالك. بس هو اللايف ده هتبقى عبرة طول حياتك. انت حرامي وخاين، انت واللي معاك اللي اسمه حسن دوت عليه 2 غيابي، بأمر الله هيتقبض عليه بإذن الله. وانا جات لي ربع حاجتي، وربع حاجتي التانية ما جاتليش، وانا استعوضت ربنا فيها. وحسب الله ونعم الوكيل فيك انت واللي جنبك دوت. انت كتير سرقتني، يعني كتير سرقتني قبل كده. كنت بتسرق مني الفلوس وهي في الشنطة، وانا اعرف اللي انت سرقتها، وامك تعيط لي في التليفون وانا كنت بسامحك عشان كنت بتسرق حاجات عبيطة يعني. بس انت طلعت كلب وخاين وما عندكش اصل بربع جنيه. يا جدعان انا لو نزلت البوستر ده انا نزلته عشان كلكم تحذروا من الشخصين دول اللي